اهلا بيكم حبايبي في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل اخر وصفه من وصفات العيد. عملنا مع بعض السابليه وعملنا مع بعض الكحك والبسكوت والبيتي فور. النهارده هنعمل مع بعض الغريبه. هقول لك شويه حاجات نخلي بالنا منها واحنا بنعمل الغريبه، هتطلع معانا سهله جدا وبالشكل الحلو ده. اتمنى تكملي معايا الفيديو للنهايه عشان تعرفي عملنا الوصفه بتاعتنا النهارده ازاي. يلا بينا على طول على الطريق. طيب عندي هنا مقادير الغريبه يا جماعه بقى بتختلف عن المقادير اللي فاتت خالص. يعني انا في كل المقادير اللي فاتت بقولك نلتزم بالميزان. هنا في الغريبه احنا ما بنستخدمش الميزان بقى، احنا بنعملها بالكوبايه، لان مقادير الغريبه بالكوبايه بتبقى اصح ونتيجتها بتبقى افضل من الميزان. هنا انا عملت ايه؟ حطيت كوبايه من السمنه البلدي، والسمنه تكون بارده، يعني مطلعينها من التلاجة، ومجرد انها بس بدات تبقى تفك معايا شويه كده استخدمتها على طول. حطيت عليها نص كوبايه من السكر البودر، ولازم السكر يا جماعه يكون بودر ويكون منخول. كمان الكوبايه اللي انا بستخدمها للمقادير تكون كوبايه واحده. ضربت السمنه مع السكر كويس جدا، وبعدين غيرت بقى المضرب خليته الكف عشان هنحط كوبايتين من الدقيق. الدقيق برضو دقيق اللي هو بيبقى متخصص للكحك والبسكوت. بضرب الدقيق كده، خلاص ما بضربش كتير برضو الدقيق يختفي، خلاص بقوم لما على طول العجينه. بصوا احنا بنلاقيها في الاول خالص بتبقى مفروله كده، عادي جدا، ما تقلقيش من الفروله دي. بمجرد انك انت بتمسكي القطعه ما بين ايديكي، بصي، وبتبداي انك انت تحننيها كده بين ايديكي، بتقوم لما على طول. خلاص بتبداي انك انت تمسكي بقى تحطيهم في البوله بتاعتك، وزي ما قلت لك لا زودي سمنه ولا زودي دقيق وتقولي مثلا انها ما لمتش يبقى معناها انها محتاجه سمنه شويه، ولا اي حاجه، سيبيها هي هتتلم معاكي على طول. خلاص بعد ما عملتها بقى خلاص ولميتها بالشكل ده، لازم احطها في التلاجة مش اقل من نص ساعه. ممكن تحطيها نص ساعة أو ساعة، ممكن في ناس بتعملها كمان وتعملها تاني يوم فيها. يعني الغريبة ما فيش فيها مشكلة خالص لو سيبناها في التلاجة. بعد ما بطلعها من التلاجة ببدأ ان انا اعملها بقى بايدي تاني كده، احننها برضو بين ايدي، وبعدين ببدأ ان انا اكورها لكور قد بعضها. طيب انت عملتي الخطوات دي كلها وجيتي حطيتيها في الفرن، لقيتيها فرشت معاكي. ودايما يا جماعه بنقول ان احنا مادام بنعمل حاجه لسه لاول مره، مش عارفين المقدار بالظبط او مش عارفين النتيجه بالظبط، لازم نجرب في 2 3 كده الاول ندخلهم الفرن، علشان لو لا قدر الله حصل فيه اي مشكله ما يبقاش عندي كل الكميه باظت. فببدا ان انا اجرب في 2 كده، لقيتيها فرشت، دي معناها ان احنا مكترين في السمنه. بتحطي بس شويه دقيق صغيرين جدا، وبعدين برضو بتحطيها التلاجة تاني، وتبداي انك انت برضو تجربي في 2 3 برضو. بعد كده لقيتيها زي ما هي خلاص وما فرشتش ولا اي حاجه، يبقى خلاص، يبقى انت المقدار بتاعك مظبوط. وابداي انك انت حطي كله في الفرن واشتغلي على طول. بيجي بقى عندك هنا لو عندك اللي هو اللولي ده بتستخدميه، او لو انت عايزه مثلا بصبعك كده تحطي تجويف كده في كل واحده. عايزه تحطي مكسرات، عندك فستق او لوز، اي حاجه حطي براحتك. احنا بندخلها الفرن بيكون 140 150، ما بيزيدش عن كده، علشان الغريبه ما بتاخدش وقت يا جماعه في التسويه خالص. يعني هي مجرد 10 دقايق وبتطلعيها على طول. الغريبه ما بتاخدش لون، ما بتاخدش لون من تحت ولا من فوق ولا اي حاجه. الغريبه لو خدت لون معاكي بتنشف خلاص، تبقى ناشفه. فهي مجرد 10 دقايق بتطلعيها على طول. واول ما بتطلعيها طبعا ما تجيش ناحيتها خالص عشان بتبقى لسه طري وما تبصمش معاكي. بتحطيها بقى في العلبه بتاعتك اللي انت بتعبي فيها الحاجات بتاعتك، او في طبق فويل بالشكل ده. وبكده يا حبايبي عملت معاكم كل النواعم او معظم نواعم العيد. عملت معاكم السابليه، هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف، حابه ترجعي له وتشوفي كنا عاملينه ازاي. كمان عملت معاكم البسكوت بالمقادير بتاعته. كل الحاجات دي هسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وعملنا البيتي فور وعملنا الكحك وعملنا كمان الغريبه. اتمنى ان الفيديوهات تكون عجبتك، اتمنى انك تخشي وتجربي وما تخافيش وما تقلقيش من اي حاجه، كل حاجه ليها حل، وان شاء الله ربنا يحسن ما بين ايديكم. كل سنه وانتم طيبين، واشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير.